فيه فائدة. فضيلة الدكتور، يعني جاءتنا مجموعة أسئلة من المسلمين في الغرب ومن إسبانيا بشكل خاص. أبرز هذه المشكلات هو الحجاب، يعني حيث تضطر البنات لخلع الحجاب في حصص التربية الرياضية، وإلا فلن يشاركنا وسيرسبن في المادة، وإذا رسبنا لم يتخرجن، وهذا يعني المنع من حضور الحصص، الرسوب آخر العام، تراكم الرسوب، عدم الحصول على الشهادة إلى الشهادة إلى آخر ذلك. يعني ما الحل هنا؟ ماذا يفعلون؟ أنا قلت للإخوة من زمان، فرنسا كانت هاي أول من أثار هذه القضية حول الطالبات، ومنع الطالبات أنها تذهب إلى المدرسة. فأنا قلت للمسلمين هناك لا يجوز أن نحرم بناتنا من حقهن في التعليم، وإلا هنبقى جماعة متخلفة. لابد أن نحرص على، وهنا في عندنا قواعد نحكمها، وهي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة فيها 5 آيات في كتاب الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولكن هذه القاعدة تكملها وتضبطها قاعدة أخرى: إن الضرورة أو ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. وذلك أنا قلت للمسلمة إنك تلبسي الشرب بتاعك أو الخمار أو الحجاب كما يسمونه، وتذهبي إلى الناس قبل عند باب المدرسة، اخلعي الخمار وادخلي وخذي حصصك، وإلا نجهل يعني بناتنا. حصص الرياضة، يعني إذا كانت الرياضة هترسب بسبب لا تدخل رياضة، يعني وتلبس آخر ما يمكن لبسه، يعني إذا كان يعني يمكن أنها تغطي صدرها تغطي، إذا ما فيش يعني، وهكذا. فنحن نأخذ، بس نعتبر أن هذه الأشياء ضرورة. معنى ضرورة إن لا نتوسع فيها بحيث تصبح أصلا في الحياة، لازم نعتبرها استثناء يحفظ ولا يقاس عليه، وعندما تنتهي الضرورة نرجع إلى الحياة العادية. هذا هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة. ونفس السياق يعني ينطبق على الحصص السباحة، حصص السباحة. كل هذا. البعض فضيلة الدكتور أمام هذا الواقع